النهارده بقى هنعمل مع بعض الفول المدمس زي ما انتم شايفين لونه عامل ازاي والقوام بتاعه. والفولية طالعه زبده بجد تحفه. ودي النتيجه بتاعتنا طبعا في الاخر هتعجبكم جدا. تعال نشوف بقى هنعمله ازاي. اول حاجه نزلنا كده بنص كيلو فول مدمس، وهننزل عليهم بربع كيلو فول مدشوش، وهنغسل الكلام ده كويس قوي. نصفي الميه كده مرتين تلاتة منه عشان الفوله بتاعتي تبقى نضيفه جدا والميه نضيفه. ببدا اشيل اللي على الوش ده، الحاجات اللي بتظهر لي على الوش دي فوله فاسده فاضيه يعني من جوه. بشيل الكلام ده كله واغسله كويس تاني. زي ما انتم شايفين كده الفولة بقت مية مية. بنقعها بقى 12 ساعة، يعني من بالليل للصبح كده. بلاقي الفولية زي ما انتم شايفين نفشت كده وبقت مية مية. نبدأ بقى ننزل فين؟ في الدماسة بتاعتنا. طب اللي ما عندوش دماسة، في أي حلة مفيش أي مشكلة. ننزل بكمية الفول بتاعتنا. طبعا أجيب حلة برضو كبيرة شوية بحيث يبقى في مساحة للمية اللي هحطها. متنسوناش بقى تدعمونا باللايك وشير واشتراك في القناة. ننزل بقى بالمية السخنة، بغطي الفول كده بشبر. لازم المية طبعا الافضل انها تكون سخنه يعني عشان الفوليه بتاعتي ما تجلدش. وكل ما بزود لها ميه مثلا كل شويه بشيك عليه كل مثلا ساعه الا ربع. لو الميه نشفت شويه بزود لها ميه سخنه. اهم حاجه ان احنا نغطي بقى الدماسه دي كويس قوي بالفويل طبعا. افضل من الاكياس والكلام ده يا جماعه عشان الكيس بيتفاعل مع الحراره، فطبعا يعني مش صح يعني. بغطي بقى الدماسه كويس قوي كده، بتاكد ان مفيش اي هواء داخل لها، وببدا ارفعها على النار. طبعا برفعها على النار مثلا عاليه كده في الاول لحد ما بتغلي معايا. وبعد ما بتغلي بوطي عليها النار شوية كده، بخليها النار ايه متوسطة ساعتين. بعد الساعتين بجيب بقى ايه شوية رز وشوية عدس اصفر شوية صغيرين زي ما انتم شايفين كده كوباية. بعد الساعتين بنزل بالايه بكمية الرز اللي عندي مع العدس. دي خطوة مهمة يا جماعة، يعني خلي بالكم من التركات دي. ودي معلقة كركم، معلقة كركم صغيرة. ليه الكركم؟ عشان الأكسدة بتاعت الفول طبعا أي بروتين انتوا عارفين بيتعرض للهواء بيسود. الكركم بقى مبيخلوش يسود. وفي ناس طبعا بتحط ممكن عصير ليمون او خل او الكلام ده كله عشان ما يسودش، وده كله صح طبعا. بنوطي بقى ايه النار خالص بعد العدس عشان ما ينزلش لتحت او عشان ما يشتش العدس والرز والكلام ده كله. دي خطوة بقى يعني ايه اختيارية. سنة لون طعام كده بسيط مع شوية مية بدوبهم وبنزل بيهم. بخليه زي اللون بقى الفول بتاع المطاعم عادي زي ما احنا عايزين، يعني عايزين نسيبه زي ما هو كده زي الفل عادي. دي النتيجة يا جماعة بجد تحفة. شايفين اللون عامل ازاي والقوام والميه وكل حاجه؟ بصوا عامل ازاي. مفيش بقى الميه اللي هي الخفيفه اللي هي اللي عامله زي الفول النابت، لا يا جماعه. شويه الرز وشويه العدس اللي احنا حطيناهم هم اللي ادونا القوام ده. في ناس بتحط نشا برضه، ده برضه لا، انا شايف ان هو يبقى طبيعي إن بشويه الرز وشويه العدس والفول المدشوش طبعا هم اللي بيدوني القوام ده. شايفين الفوليه عامله ازاي؟ كهرمان. بجد شويه فول انت يعني هتبقى انت عاملهم في البيت او انت عاملاهم في البيت، تبقى مطمن انت حاطط عليهم ايه والحاجه نظيفه وزي الفل يعني. تعالى بقى ايه ناخد شوية فول كده نظبطهم كده ايه نفطر بيهم. يعني ناخد شوية فول مثلا اللي عايز يضربهم طبعا في الخلاط او بالميكسر او اي حاجة، او اللي عايز يسيبهم سليم برضو بالحب حسب ما انت بتحب. انا هضربهم بالميكسر، بيبقى سهل الهضم طبعا وافضل. كل واحد طبعا حسب ما بيحب يعني. نعمناهم خالص. التركات الفول دي يا جماعة مهمة قوي، يعني مثلا اللي بعد ما بحط الرز والعدس لازم بوطي النار خالص وما بقلبهمش. لازم ما اقلبش الحاجة دي عشان لو قلبتهم هينزلوا تحت وهيخلوا الحاجة تشيط، هيخلوا الفول يشيط. لازم بعد ما بحط العدس والرز ما اقلبش خالص. نبدأ بقى ايه ننزل بالطاسة على النار، ونحط بقى طماطميتين مع قرن فلفل حامي. يا سلام. قلب بقى قلب قلب. طلع الروايح الجميلة. ننزل بفص التوم. يا سلام على الروايح. بجد طبق فول هيطلع عظمة. ننزل بقى بشوية الفول اللي احنا ضربناهم عشان بقى نجرب الحاجة اللي احنا عملناها. احسن يا جماعه برضو يعني الفتره دي اللي احنا نجيب الحاجه احنا بايدينا ونعملها في بيتنا، ونشيل مثلا نكيسها في الفريزر. افضل ما انا كل يوم اللي انا انزل اجيب والحاجه. طبعا انتوا عارفين الاسعار عامله ازاي اليومين دول. افضل ان احنا نعمل الحاجه بايدينا يعني كوجبه اقتصاديه، وفي نفس الوقت يبقى الحاجه مضمونه ان احنا عاملينها في البيت.
تعالوا بقى نقدم طبق الفول ده، نقدمه بطريقة كويسة عشان يفتح نفسنا برضو. متنسوناش بقى تدعمونا باللايك يا جماعة والاشتراك في القناة والشير طبعا الجميل بتاعكم، وبجد متشكر جدا ليكم ولدعمكم دايما يعني. معلقة الطحينة بقى الجميلة، شوية طماطم كده على الوش يفتحوا نفس الواحد. يا سلام، بجد طبق فول عظمة. انا فخور ان انا عملت طبق زي ده بجد في البيت يعني. دوق بقى. يا سلام، بجد طعمه حلو قوي قوي قوي، لازم تجربوها بس بكل التريكات اللي اتكلمنا فيها. متنسوناش بقى تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة. سلام.